باش نورك. ما هو خاطر قالوا لي نبي قبل ما حبيتش نوري نبي. لا لا مش نوريك على نبي. لا هي لم تشكل بعد الجبهه، هي مجرد لقاءات ومشاورات اوليه لايجاد ارضيه تفاهم لتشكيل ما يسمى بالجبهه. هذه معطى. المعطى الثاني واللي انا بصراحه ما نجمش نتعدى عليه مرور الكرام، ما ان تم الاعلان على انه فما نيه في تشكيل هاللقاء هذا، الوحيد اللي جاء ضد الجبهه سي وليد جلاد. لا ماشي ضد، ما قصيتش عليك، ما قصيتش عليك. هو مع الجبهه، مع العمل الجبهه سحري بحري تو باش نرجع واحده شوي. هو اثبت هو مع العمل الجبهه. شوف لا انا مش مع الابتزاز يا وليد، خليني نكمل. قالك مش مع الابتزاز. انا مش مع الابتزاز. خليني نكمل. فسرلك علاش الابتزاز. تنوريك انا الابتزاز كيفاش. تنوريك انا الابتزاز كيفاش. عارف نسمعوك اول ما طلع علينا سي وليد مؤامره وتآمر على الدوله، ينكر على زوز رؤساء احزاب انهم يتقابلوا، هذا معطى. لا قلت في فرنسا مش في تونس. مش مشكل. رجع السياق معناتها. تو انت كنت تنفيع وين المصلين، انت خفت عند وين المصلين. انا سميتك ركن القار في كل برنامج او بلاتو يتعمل على الجبهه التي من المنتظر. انا اللي استدعيته. مش مشكل. انا نستغرب في هذا علاش؟ لانه سي وليد جلاد لا ينتمي الى اي حزب. شنو اللي يقلق سي وليد جلاد؟ ننتمي الحزب الكبير اللي هو تونس، انا نائب عن الشعب واديت اليمين. كنا ننتمي لتونس ندائيا مشروعيا. يا وليد ما قصيتش عليك. وليد خلي جبت تسحري بحري الحزب الكبير ما يسالش. اليوم وليد انت مستقل، اليوم نائب مستقل. وليد جلاد